النهاردة هنتكلم في موضوع أنا شخصيًا شايفة إنه ساحر جدًا، إزاي صانع العطور بيبني عالمه الخاص، يعني إزاي بيتعلم ويصنّف المواد الخام بتاعته. أيوه، المواد دي اللي هي يعني زي ما قُلتِ كده الألوان للرسام أو الكلمات للشاعر. بالضبط، والمصادر اللي معانا بتقول نقطة مهمة أوي، إن الموضوع مش بس تدريب للأنف، لأ ده تدريب للعقل أكتر، عشان نربط بين الريحة اللي بنشمها وقدرتنا إننا نعرفها ونقول اسمها. تمام، هو الموضوع شكله بيبقى مرعب في الأول، مئات الأزايز بروائع غريبة، أكيد. بس هي الفكرة كلها زي ما المصادر بتقول إنها عملية بناء روابط في المخ، شبكة كده. طب إزاي المُخ بيتعامل مع ده؟ المصادر قالت حاجة عن النقطة دي؟ قالت إن الموضوع متقسم جوه المخ، يعني الجزء اليمين هو اللي بيستقبل الريحة كإحساس عام، يدمجها كده، والجزء الشمال بتاع اللغة بقى هو اللي مسؤول إنه يلاقي اسم الريحة دي. عشان كده ساعات بنبقى شامين ريحة وعارفينها كويس أوي بس نقول اسمها على طرف لساني. بالظبط، الإحساس موجود في اليمين بس الاسم ضايع من الشمال مؤقتا. هايلة دي. عشان كده التركيز مهم جدا وإحنا بنشم، يعني لازم نكون مركزين بجد عشان نساعد المخ يربط بين الإحساس والاسم ده. طيب هل في طريقة يعني منظمة للتعلم ده؟ المصادر بتقترح نبدأ إزاي؟ في طبعا، بيقولوا نبدأ بمجموعة أساسية، قول مثلا 50 مادة دي الأساسيات. 50 بس؟ ده قليل أوي. لا، ما هو دول البداية، ومع كل واحدة الواحد يسجل أي حاجة تيجي في باله، وصف، إحساس، ذكرى، أكلة، أي رابط شخصي. ذكرى شخصية؟ أيوة طبعا، أي حاجة تثبت الريحة دي في المخ. والمقارنة كمان، نقارن دي بدي، دي شبه إيه ومختلف عن إيه. وفي نقطة لفتت نظري أوي وهي أهمية إننا نتعرف على المواد دي بأعلى جودة في الأول. ليه بقى؟ دي نقطة ممتازة. بصي، الانطباع الأول هو اللي بيفضل. لو بدأتي بمادة جودتها أي كلام، الصورة اللي هتتكون في دماغك عنها هتبقى مش مظبوطة. يعني زي ما بنتعرف على حد لأول مرة الانطباع الأول بيدوم. بالظبط، لازم الأساس يكون صح عشان نبني عليه صح بعد كده. مفهوم. طيب والمراحل بقى؟ المصادر فصلت مراحل التعرف على الروايح دي. طبعا، قسموها ل3 مراحل أساسية بتوضح إزاي معرفتنا بالريحة دي بتكبر. تمام. إيه هما؟ المرحلة الأولى سموها التعرف النسبي، يعني بنعرف الريحة مقارنة بغيرها، نوصفها ونقول هي شبه إيه. زي إيه مثلا؟ يعني مثلا البنزوان ده صمغ كده ريحته حلوة ودافية، ممكن نوصفه إنه حلو، في شبه من الشوكولاتة أو الفانيليا، وفي لمسة بخور خفيفة. وفي المرحلة دي نقدر نميزه عن حاجة تانية شبهه، زي مثلا بلسم تاني ممكن يبقى أحلى بس فيه حتة جلدية أكتر شوية، فاهمة؟ بنعرفه بغيره. فاهمة. زي ما بنعرف شخص بملامحه وسط الناس. طب المرحلة التانية؟ دي بقى المعرفة المطلقة، هنا بنوصل إننا نعرف الريحة أول ما نشمها خلاص، مش محتاجين نقارن ولا نوصف. زي ما بنعرف صاحبنا من صوته في التليفون، دي ريحة بنزوين، خلاص هي بنزوين، ليها هوية لوحدها في دماغنا. حلوة قوي. طب والتالتة؟ شكلها هي دي بقى المهمة بجد. هي دي الزبدة بعت الموضوع للعطار، المعرفة النشطة. نشطة؟ نشطة بمعنى إنها بتيجي من الشغل بقى، مش بس إنك تشم المادة لوحدها، لأ، إنك تستخدميها في تركيبات مختلفة وتشوفي بتعمل إيه وبتتفاعل إزاي. يعني زي ما بنعرف طبع الشخص لما نشوفه في مواقف مختلفة ومع ناس تانية. بالظبط، هنا بنعرف شخصية المادة دي، دورها إيه في التركيبة، بتغير اللي معاها إزاي، هي نفسها بتتغير إزاي مع الوقت. هنا بقى الشغل كله، إنك مش بس عارفة الريحة، لأ، فاهمه شخصيتها وإزاي توظفيها صح. ده كلام مهم جدا. وده ياخدنا لنقطة تانية المصادر اتكلمت عنها، اللي هي قوة المادة وثباتها، مش بس الريحة نفسها عاملة ازاي. تمام، مش بس الريحة حلوة ولا لأ، لأ، قوتها قد إيه impact، وبتقعد قد إيه longevity. لازم نلاحظ ده كويس قوي على ورقة الشم البلاتر دي. البلاتر دي اللي بيتابعوا بيها مراحل العطر. أيوه، في مواد ريحتها بتفضل بالأيام، ومواد تانية يدوب دقايق وتختفي. والغريب بقى إن في مواد ممكن تكون ريحتها لوحدها عادية يعني، أو مش قوية خالص، بس لما تحط منها نقطة صغيرة جدا في تركيبة تفرق فرق السماء والأرض. ازاي ده؟ ممكن تدي إشراقة أو عمق أو تربط المكونات ببعضها. دي بقى عايزة خبرة وملاحظة دقيقة قوي.
والمصادر كمان استخدمت تشبيه كده عشان تقرب الفكرة. شبهوا الموضوع بجلسات تذوق حاجة معينة، زي تذوق أنواع الشاي مختلفة أو قهوة، بنحطهم جنب بعض ونقارن ده فيه إيه وده ما فيهوش إيه، بنتعلم بالمقارنة دي. أيوة صح. وقالوا إن الطلبة في مدارس العطور كانوا كل يوم ياخدوا عينات كده مجهولة ويحاولوا يعرفوها. مرة تكون العينات دي مختلفة خالص عن بعض عشان يبقى سهل، ومرة تانية تكون كلها من نفس العيلة، يعني كذا نوع ياسمين مثلا، عشان يصعبوها بقى والواحد يشغل مخه وحواسه أكتر. يبقى فعلا خلاصة الكلام ده كله إن تعلم علو العطور ده رحلة بناء روابط في المخ وتجارب عملية، مش مجرد إن حد مناخيره حلوة وخلاص. خالص، ده مزيج بين التعليم اللي فيه نظام والاستكشاف اللي مبني على الفضول، والأهم من كل ده الشغل العملي، التجربة نفسها. طيب في ختام نقاشنا ده، في نقطة أخيرة لفتت نظري في المصادر وحابة نسمع رأيك فيها. اتفضلي. المصادر بتقول إن حتى العطار الخبير اللي ممكن يكون بقاله عشرات السنين بيستخدم مادة معينة، ممكن يكتشف فيها جانب جديد لما يستخدمها في تركيبة مختلفة أو بطريقة جديدة. دي حقيقة فعلا، دايما في جديد ممكن نكتشفه في الحاجات اللي فاكرين إننا عارفينها كويس قوي. طب يا ترى بقى، فهمنا لعملية تعلم مهارة حسية ومعقدة زي دي ممكن يغير إزاي نظرتنا لتعلم أي مهارة تانية في حياتنا؟ يعني هل في دروس ممكن نطبقها على أي حاجة تانية بنحاول نتعلمها؟ سؤال للتفكير كده. سؤال مهم فعلا، ويخلينا نفكر في أي عملية تعلم على إنها رحلة اكتشاف مستمرة، مش مجرد وصول لهدف وخلاص.